يا مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده هنحل شوية ريدنج كده حلوين، بس بنية ان احنا عايزين نجيب 600 في الريدنج. اوكي، عايزين يعني اللي هو around ال 600. ازاي بنقدر نجيب 600 او اكتر في الريدنج؟ ان احنا نعمل الاتي اللي انا هكتبه ده: سكيم. اوكي، لو انت بتعرف تعمل سكيمنج هتعرف تعدي ال 600 مرتاح. فاحنا محتاجين ان احنا نتدرب على موضوع السكيمنج ده، ونتدرب على ان احنا نعمل سكيمنج للباسج قبل ما نبدأ نحل. طيب وبعد كده بعد السكيمنج بنعمل ايه؟ بعد السكيمنج بنبتدي نحل سؤالين الفوكاب. بعدين بنحل اي اسئله specific questions، سواء كان فيها line reference او keywords. بعد كده بنحل اسئله evidence. اوكي، دول بيبقوا سؤالين بالاسئله اللي بتبقى معاهم. بعد كده الاسئله الجنرال. ماشي، هنشوف كل ده النهارده بالتفصيل هيتعمل ازاي. هنشوف يعني ايه سكيمنج، وهنشوف ايه هي اسئله الفوكاب شكلها ايه، والاسئله السبيسيفيك شكلها ايه، والمفروض الترتيب اللي بنمشي بيه في الحل بيبقى ازاي. بس الاول نفتح الفايل اللي انا بعته لكم على الجروب. انا بعت لكم فايل على الجروب، هما اتنين، واحد بي دي اف وواحد باوربوينت. اللي هو الاولاني بي دي اف، افتحوا الاولاني بليز، اللي هو امتحان مارش 2021، امتحان الاي اس تي مارش 2021. بصوا، سواء انتوا حالينه وعارفينه وحافظينه ومش حافظينه، اول مره تشوفوه حليتوه قبل كده 20 مره، بس يعني افتحوه كده وبصوا على طريقه الحل. حتى لو انتوا حلينه قبل كده بليز بصوا على طريقه الحل اللي انا هشتغل بيها النهارده. تمام. طيب، اول حاجه السكيمنج ده معناها ان انا بقرا البلurb، وبعدين ببتدي اقرا الباراجراف الاولاني، وبعدين ببتدي اقرا اول جمله او اتنين من كل باراجراف بعد كده. ده كتير يا ميس، ده بياخد وقت، ده بيضيع وقت. لا، مفيش حاجه اسمها بيضيع وقت. اوكي، السكيمنج ده مش ضياع وقت ابدا خالص بالمره. السكيمنج ده هو مكسب كبير جدا ليك، ان انت بتفهم الباسج بتتكلم على ايه. فمهم جدا ان احنا نعمل موضوع السكيمنج ده. ومش عايزه اسمع حد بيقول ان ده بيضيع الوقت. لا، هو في حاجه اسمها ان انا كسلت، ان انا ما اتدربتش على السكيمنج، ان انا ما حاولتش ان انا اصبر على نفسي عشان اتدرب على السكيمنج. لكن ان انا اقول ان حاجة قوية جدا زي السكيمنج بتضيع الوقت، لا، هي ما بتضيعش وقت، بالعكس. السكيمنج هو اللي بيورينا كل معلومة في الباسج بتبقى موجودة فين. اوكي. طيب، ده البلurb: the following passage is an excerpt from the wonderful lamp، اللمبة الرائعة، in the Arabian Nights، في ألف ليلة وليلة، أو الألف ليلة وليلة، edited by مش عارف مين، مش مهم بقى اسم الكاتب. طيب، الانترودكشن بيقول ايه؟ هي من قصة علاء الدين. اوكي، علاء الدين، القصة اللي احنا كنا بنسمعها واحنا في الحضانة وبنتفرج عليها كرتون واحنا في ابتدائي. تمام. طيب، هو بيقول ايه بقى: in the capital of one of the large and rich provinces of the kingdom of China. الكابيتال يعني المدينة، العاصمة، مدينة كبيرة يعني. There lived a tailor named Mustafa who was so poor that he could hardly by his daily labor maintain himself and his family, which consisted of a wife and son. حتى لو كان في كلمات صعبة زي مثلا كلمة maintain، labor، provinces، whatever الكلمة اللي احنا مش عارفينها، مش مهم. المهم ان احنا عندنا واحد اسمه مصطفى، وان هو فقير، وان هو he could hardly يعني he could hardly live يعني، لان هو he was very poor. اوكي، اللي انا عايزه اقوله ايه يعني؟ ان احنا في الريدنج نحاول يا جماعه نركز على اللي احنا عارفينه، ما نركزش على اللي احنا مش عارفينه. خلاص، يبقى الناس اللي لسه داخله دلوقتي، انا بعمل ايه؟ انا بعمل سكيمنج. وانتوا محتاجين تتدربوا عليه على فكرة كل يوم من النهاردة لحد يوم الامتحان. اوكي، كل يوم تعملوا سكيمنج لباسجز بالطريقة اللي احنا هنتدرب عليها النهاردة.
طيب الباراجراف اللي بعد كده هنعمل فيه ايه؟ هنقرا اول جملة. His son مصطفى بقى ابنه ده كان اسمه ألادين had been brought up in a very careless and idle manner and by that means had contracted many vicious habits. يبقى الباراجراف التاني بيتكلم ان علاء الدين ده ما شاء الله يعني ما ترباش وكان متربي تربية صعب جدا. he was very careless he was very lazy يعني ما فيش فايدة منه. اوكي ماشي. الباراجراف اللي بعد كده when he was old enough to learn a trade his father not being able to put him out to any other took him into his own shop and taught him how to use his needle but neither fair words nor the fear of chastisement were capable of fixing his lively genius. او انا عايزه اسال هنا بقى سؤال، هل كلمه جينيوس هنا معناه ان الولد ده كان جينيوس يعني عبقري، ولا هو كان خارج السيطره يعني باباه مش عارف يسيطر عليه، مش عارف يشغله، مش عارف يعلمه؟ نخلي بالنا يا جماعه ان الكلمات ساعات بتيجي بمعنى غريب عن اللي احنا متعودين عليه. هل كلمه جينيوس هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طبعا واضح من الكونتكست ان كلمه جينيوس هنا نيجاتيف. يس صح برافو. هو مش عبقري ولا حاجة، لا هو ممكن نقول ان هو شقي، ان هو ذكي في الشر. إيه هو نخلي بالنا من المايك يا جماعة، نخلي بالنا من المايك بليز. تمام. آه نكمل على الباراجراف اللي بعد كده. The mother, finding that her son would not follow his father's business, shut up the shop, sold off the implements of trade, and with the money she received for them and what she could get by spinning cotton, thought to maintain herself and her son. Can you guess the meaning of كلمة maintain؟ تفتكروا معناها ايه الكلمة دي؟ ان هي بتشتغل في ال spinning the cotton وباعت حاجات، جابت لها شوية فلوس، وهي شافت ان هي كده she can maintain herself and her son. She can get herself and her son. She can survive. Yes. She can live يعني ان هي تقدر تجيب شوية فلوس يعني تعيش بيها هي وابنها. طيب بعد كده Aladdin who was now no longer restrained by the fear of a father، يعني he was not controlled by a father، خلاص شكله ان الاب ودع يعني الاب مات. and who cared so little for his mother، يا ساتر يا رب، that whenever she chid him he would abuse her، ده قليل أدب قوي، gave himself entirely over to his idle habits and was never out of the streets from his companions. تفتكروا كلمة idle هنا معناها ايه بقى؟ معناها positive ولا negative؟ idle habits positive ولا negative؟ يلا بسرعة كده في الشات اكتبوا لي. طبعا negative. lazy useless. طيب the stranger was a sorcerer، ساحر magician، دلوقتي في بقى stranger في الموضوع، called the African magician as he was a native of Africa and had been but 2 days arrived from thence، يعني كان لسه واصل من أفريقيا من يومين بس. The African magician who was a good physiognomist، أنا معرفش الكلمة دي معناها إيه so we will have to guess it. أنا هقول لكم طبعا معناها بس يعني أنا بتخيل دلوقتي إن إيه student بيقرأ لوحده. Okay, the African magician who was a good physiognomist، الجي بتبقى silent، observing in Aladdin's countenance something absolutely necessary for the execution of the design he was engaged in. هو شاف في علاء الدين حاجة مهمة للexecution of the design للخطة اللي هو كان، يعني هو واضح ان هو بيخطط لخطة وهو لقى في علاء الدين حاجة كده ايه مناسبة للخطة دي. inquired artfully about his family، بقى عمال بيسأل كده في الخباثة about الفاميلي بتاعت علاء الدين، who he was what were his inclinations، بقى عمال بقى بيسأل عليه بيتطقص.
And when he had learned all he desired to know, went up to him, الماجيشن راح لعلاء الدين وراح كلمه, and taking him aside from his comrades said, Child, was not your father called Mustafa, the tailor? Yes, sir, answered the boy, but he has been dead a long time. حلو قوي. يبقى الراجل ده عمل ايه؟ قعد يسأل على علاء الدين لحد ما عرف حاجات كتير عنه وعن عيلته، وبعد كده قام راح له وكلمه كأنه يعرفه، بقى بيكلمه كأنه يعرفه. يبقى الراجل ده تقريبا ايه؟ تقريبا نواياه نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ الانتنشنز بتاعته نيجاتيف ولا بوزيتيف about علاء الدين؟ يعني لما يجي واحد كده بيراقب طفل صغير بيلعب في الشارع، عمال يراقبه وعمال بيسأل عليه من ورا ظهره، وعمال شايف ان هو يعني شايف في حاجة مناسبة للخطة اللي هو بيخططها، يبقى هنا في خير ولا شر؟ يعني واضح ان الموضوع مش مبشر بالخير، نيجاتيف، صح كده. At these words, the African magician threw his arms about Aladdin's neck and kissed him several times with tears in his eyes. Is he genuine؟ هل هو فعلا يعني بيحب الولد ده فعلا بقى وبيحضنه بقى حبيبي وانا لقيتك اخيرا وبتاع، ولا هو بيضحك عليه؟ بيضحك عليه لان هو stranger. اوكي، طيب انا هكتفي كده بهذا القدر، خلاص مش هقرا اكتر من كده، لانه غالبا في الامتحان هيبقى الوقت اللي انا بخصصه للسكيمنج هيكون انتهى. السكيمنج يا جماعه مش المفروض ياخد اكتر من 3 دقايق. السكيمنج مش المفروض ان هو ياخد اكتر من 3 دقايق. نبتدي بقى نبص على الاسئله. The primary purpose of the passage ده سؤال ايه؟ ده سؤال general، يبقى انا هحله later. طيب، وهعلم عليه كده، اوكي، عشان ما ننساش. اول سؤالين بحلهم اسئله الفوكاب in context، اللي هو number 2 as used in line 11 كلمه contracted كان معناها ايه، وهدور على سؤال الفوكاب التاني. انت فين يا فوكاب؟ انت فين؟ طبعا سؤال الفوكاب بيبقى فيه most nearly means. ويا سلام بقى لو دخلنا الامتحان قمنا حلينا أسئلة الفوكاب كلها اللي هم 10 في الباسجات كلها مرة واحدة وخلاص ونخلص منهم. يبقى رقم 8 كمان سؤال فوكاب in contrast، كلمة in context. كلمة design معناها ايه؟ اوكي، في line 66. ماشي، يبقى نبدأ الأول بالكلمة الأولانية اللي هي contracted في line 11. يلا استعدوا بقى عشان هفتح لكم السؤال على الكلاس بوينت. ماشي، في لاين 11 هنا لما بيقول contracted many vicious يعني many bad habits. الولد contracted بسبب التربية السيئة، he contracted many bad habits. تعالوا بقى نخش على الكلاس بوينت، نفتح السؤال كده، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي محتاج الكيو ار كود انا هشغل لكم الكيو ار كود حالا. لو شلت كلمة contracted ايه اللي ينفع يتحط مكانها؟ contracted a habit. contracted a bad habit. يبقى انا لو شلت الكلمة دي ينفع احط مكانها decreased ولا shortened ولا developed ولا puckered؟ بالمناسبة كلمة puckered معناها حاضر الكيو ار كود اهو. كلمة puckered معناها حرفيا يلوي بوزه. يلوي بوزه، عارفين اللي بيكرمش وشه كده، قرفان او لاوي بوزه كده، هي دي puckered. Can we pucker a habit? Can we shorten a habit? Can we decrease a habit? We can't. برافو يا سلمى، صح هي دي. يبقى develop. اوكي، يبقى develop. تمام، ده كان أول سؤال إيه هنحله، يبقى سي. طيب السؤال التاني اللي هي كلمة ديزاين. ديزاين هنا مش معناها تصميم، لأن هو الراجل كان عمال يخطط ويتكتك ويعمل خطة وينفذ ويروح يسأل. بصوا قبل ما أفتح السؤال كده تعالوا نروح نبص، نرجع نبص تاني على الباسج. فاكرين في لاين 66
كلمة ديزاين كان معناها ايه؟ هو بيقول لك انه الافريكان ماجيشن observing Aladdin's countenance he saw in him something necessary for the execution لتنفيذ الايه الديزاين he was engaged in. فابتدى يسأل عنه وابتدى بقى يتطقص وابتدى يعرف عنه معلومات عشان يروح ايه يضحك عليه. يبقى كلمة ديزاين هنا لو شلناها من الكونتكست هنحط ايه بدلها؟ هل لو شلت كلمة ديزاين من الكونتكست ينفع احط مكانها اوتلاين بمعنى سامرايز، ولا سكتش بمعنى يرسم ارسم اشخبط، ولا باترن بمعنى نمط بيتكرر، ولا بلان بمعنى خطة؟ طبعا باينة جدا يعني مش مستاهلة خطة. اوكي تمام تمام، طبعا كلكم اخترتوا ايه الإجابة دي. السؤال بقى اللي هنحله بعد كده الأسئلة اللي بيبقى فيها كلمة according to بتبقى أسهل أسئلة، حتى لو ما فيهاش، حتى لو السؤال ما فيهوش line reference، لكن بيبقى إيه، بيبقى سهل جدا إن إحنا نطلع الكيوردز. هو السؤال هنا بيقول according to the last paragraph، يبقى أنا هروح last paragraph اللي أنا ما عملتلوش skimming، هروح بقى أعمل له skimming وأقراه واجاوب على السؤال. السؤال عايز ايه؟ السؤال بيقول Aladdin's eagerness، هو ملهوف متلهف to believe the stranger may be due to ايه؟ ليه؟ ليه هو كان eager قوي ان هو يصدق السترينجر ده؟ تعالوا نروح للباراجراف الاخراني. انت فين يا باراجراف؟ انت فين يا باراجراف؟ اهو ده الباراجراف الاخراني، لازم اقراه كله، لازم اقراه لحد على الاقل ما اعرف هو ليه ألادين كان ملهوف قوي ان هو يصدق السترينجر. طيب as soon as the African magician left his newly adopted nephew، هو بقى الماجيشن ضحك عليه وقال له انت ابن اخويا وانت مش عارف ايه وبتاع. طيب Aladdin ran to his mother overjoyed at the money his uncle had given him. خلاص انا كده عرفت الاجابه، يعني مش محتاجه ان انا اكمل ايه، مش محتاجه فكاكه يعني عشان اعرف ان هو طبعا ايه، الماجيشن اكيد اكيد اداله فلوس علشان الولد يثق فيه. فيبقى هي دي الاجابه اللي انا بدور عليها. يبقى نروح بقى للسؤال كده، نفتح السؤال. يبقى ليه هو الولد كان eager قوي ان هو يصدق السترينجر؟ because of his ego، لأن هو كان مغرور، ولا because of the money given to him، ولا because his quick-witted personality يعني هو لماح وسريع البديهة وكده، ولا his need for a paternal يعني a father role model؟ هو بيصدق الراجل ليه صدقه؟ ليه كان eager ان هو يصدق السترينجر؟ علشان أخد منه، عشان مغرور، ولا عشان الفلوس اللي خدها، ولا عشان هو ذكي ولماح، ولا عشان هو عايز مثل أعلى، رول موديل يعني عايز مثل أعلى أب كده؟ فهو بيصدق السترينجر لأن هو واخده كفاذرلي فيجر، ولا because of إيه بالظبط بقى؟ صح يا تقى، this is it. What about the rest of you؟ ها يلا. طبعا هي because of the money، هي دي كانت الموتيفيشن behind إن هو his eagerness to believe the stranger. In the passage the stranger، هنا أنا ما عنديش line reference بس عندي keyword، فهقعد أدور على الكيورد دي وأقرأ حواليها لحد ما أعرف إجابة السؤال إيه. The stranger is specifically portrayed، specifically described as إيه؟ as being إيه؟ generous، prudent، kind، observant. خلي بالك بقى قبل ما تختار كلمة generous عشان هو ادى الولد فلوس، الجنرس يا جماعة الشخص الكريم بيدي الفلوس لوجه الله بدون مقابل، لكن الراجل ده كان بيديله الفلوس عشان يضحك عليه، عشان هو عنده خطة شريرة وعايز يستغل الولد العيل الصغير في الخطة الشريرة، فكان بيديله فلوس وقعد يراقبه وقعد يسأل عليه وقعد يتطقص
و he was observing him. يبقى هو الحقيقة ولا generous ولا kind. نخلي بالنا، اوكي، نخلي بالنا من الديتيلز. يبقى هتكون ايه الإجابة؟ طب واحد عنده خطة شريرة وعنده وعمال بيراقب الولد من ورا ظهره، وعمال بيسأل عليه وكذب عليه. طيب ايه معنى كلمة prudent؟ كلمة prudent معناها cautious، معناها حذر، بياخد باله. طب ايه معنى كلمة observant؟ observant يعني بيراقب وقوي الملاحظة، وبياخد باله على طول كده من التفاصيل بتاعت الشخصية اللي قدامه. هو ايه بقى في دول؟ هل هو prudent ولا observant؟ مين اللي لايقة اكتر على الكونتكست؟ احنا عارفين ان هو كان عمال يراقب الولد وعمال يسأل عليه وفي التكست كده كان في جزء بيقول ان هو he observed him، وقعد يراقبه وخد باله وهي noticed حاجات. يبقى هو ايه؟ يبقى هو observant، يبقى هو قوي الملاحظة. هو الراجل الافريكان ماجيشن ده قوي الملاحظة، هو خد باله من الولد ألادين، وخد باله ان هو مناسب لتنفيذ الخطة، فابتدى يسأل عليه مع ان هو ما يعرفوش، وراح كذب عليه وقال له ده انا عمك وانا اخو باباك واداله فلوس وبتاع، لان هو بعد كده هيستغله في خطة شريرة. طيب إيه او خطة يعني وخلاص يعني. أم... اوكي، the meaning of be زي ما قلت لكم من شوية، نرجع لها تاني. prudent يعني حذر، يعني بياخد باله، بياخد باله، مش اللي هو بياخد باله قوي الملاحظة، لا يعني cautious. prudent يعني careful. careful بمعنى ان هو يعني حريص كده، يعني بيخاف، يعني واخد حذره. It can be inferred from the passage that the reason for Aladdin's misbehavior is due to. هنا بقى الأسئلة الإيه؟ أسئلة الإيفيدنس، أوكي؟ في الامتحان بيبقى شكلها كده، سؤال الإيفيدنس أهو. فإحنا بنعمل إيه بقى؟ بنحل اللي تحت الأول، يعني إحنا بنطلع اللاينز الأول. هو هنا بيقول لي we can guess. السؤال بيقول it can be inferred، يعني we can guess. هو مش هيبقى مكتوب دايركت الإجابة، لكن we can guess it. We can guess from the passage that the reason for Aladdin's misbehavior is due to what؟ هو ليه كان أخلاقه مش كويسة؟ هل الكلام ده موجود في 1 to 7؟ يعني أنا إيه؟ أنا مش هجاوب ده دلوقتي، أنا مش عايزة دول دلوقتي. أنا بنزل على طول على اللاينز وابتدي أشوف مين في اللاينز دول بيجاوب على السؤال اللي فوق. مين في اللاينز دول بيجاوب على السؤال اللي فوق الأول؟ يبقى أنا بحل السؤال اللي تحت الأول. يبقى هنا هل اللاينز اللي هي 1 ل 7؟ تعالوا أنا عايزاكم طبعا تفتحوا الفايل بقى اللي أنا بعته لكم، بس أنا هقرا كل حاجة معاكم طبعا، مش هسيبكم. اللاينز دي احنا عملنا لها سكيمنج من 1 ل 7، اللي هو الباراجراف الأولاني ده كان بيتكلم على مصطفى الأب، وكان بيتكلم على الشغل بتاعه وإن هو كان راجل فقير، فما جابش سيرة علاء الدين والميس بيهيفير بتاعه. طب نشوف اللاينز التانية اللي بعد كده 8 to 11. 8 to 11 اهي، قريناها برضو مع بعض. his son who was called Aladdin had been brought up، كان اتربى بطريقة careless and idle manner and by that means had contracted many bad habits. يبقى طبعا لو بصينا برضو على 14 ل 18 و 25 ل 27 هنلاقي ان هما ملهمش علاقة باللي انا بسأل عليه. يبقى ايه اجابة السؤال ده اللي هو رقم 4؟ سؤال الافيدنس بقى. فين الافيدنس اللي بتجاوب لي السؤال اللي فوق؟ يلا pick your answer. عايزين الدليل.
ان هو الولد ده كانت اخلاقه مش كويسة بسبب التربية السيئة. الكلام ده موجود فين؟ الدليل على الكلام ده موجود فين؟ في 1 في 1 ل 7 ولا 8 ل 14 ولا في انهي لاينز بالظبط؟ 8 ل 11 ولا 14 ل 18 ولا 25 ل 27؟ والله احنا لما قرينا لقينا ان هي موجودة هنا في اللاينز دول اللي هم 8 to 11. تمام، يبقى تشويس بي. لما بحل السؤال اللي تحت ارجع بقى ايه احل السؤال اللي فوقيه. ماشي. احنا عارفين من اللاينز بتاعت الايفيدنس ان الميس بيهيفير بتاعه ده due to ايه؟ due to his environment ولا due to his upbringing؟ يعني هو متأثر بالبيئة اللي حواليه ولا عشان تربيته ولا هو مولود كده innate يعني inborn يعني genetic حاجة كده هو مولود بيها he can't help it، ولا عشان هو طفل وحيد؟ مين في دول اللي بتترجم لي الايفيدنس لاينز مظبوط؟ مين في دول اللي بتعبر عن الايفيدنس لاينز اللي احنا اخترناه في السؤال اللي تحت؟ طبعا احنا اتفقنا ان احنا شفنا في اللاينز ان هي المشكلة في تربيته. في لاينز 8 to 11 المشكلة في التربية بتاعته في الابرينجن بتاعه، يبقى الإجابة هنا هتبقى بي. يعني ده معناه ان السؤالين دول اللي هم 3 و 4 اللي هم paired مع بعض بيبقوا paired كده، هيبقى الإجابة بتاعتهم بي مع بي. طب هل كل مرة بيبقى هو نفس الحرف؟ لا مش شرط خالص. يعني مرة ممكن يبقى A مع D، ممكن يبقى C مع B. هي المرة دي صادف ان هي B مع B. اوكي، دي صدفة يعني مش اكتر. لسه عندي بس سؤال. yes go ahead go on. هو بس مش المفروض ال environment هي ال upgrading، يعني قصدي هي التربية هي البيئة اللي هو كان متربي فيها؟ لا لا، الانفايرمنت اللي هي البيت اللي هو ساكن فيه، الصحاب اللي معاه في الشارع، it was mentioned على فكرة صحابه. بس ايه اللي خلاه، ايه اللي بوظه؟ يعني ايه اللي كان السبب ان هو اخلاقه باظت حسب ما الباسج مكتوبة؟ بصي تعالي نشوف النص كده بيقول ايه. هو الفيشس هابتس بتاعته دي حصلت بسبب ايه حسب الايفيدنس اللي احنا طلعناها؟ because he was brought up in a very careless and idle manner. يبقى انت لما تيجي تختاري الإجابة هتختاري الإجابة اللي بتقول environment اللي هي البلد اللي هو عايش فيها أو البيت اللي هو ساكن فيه أو الشارع اللي هو ساكن فيه أو الجيران، هي دي الانفايرمنت ولا التربية؟ مين الأقرب؟ يعني مين الأقرب للي انت قريتيه في الباسج؟ طبعا الأب برينجينج. تمام. هنا السؤال اللي بعد تمام. كده. تمام يا تقى. السؤال اللي بعد كده بيتكلم على it can be inferred from the passage that the stranger اللي في line 58 is A. يبقى أنا لازم أروح للاين 58 وأشوف إيه اللي بيتقال على السترينجر ده. أنا قريت الجزء ده المفروض وأنا بعمل skimming. ده كده line 58. This stranger was a sorcerer. a magician ساحر. أوكي، وإحنا طبعا عارفين إن في القصص يعني إنه عادة السحرة دول بيبقوا إيه حاجة negative. وكان اسمه The African Magician. He was a native of Africa and had been but 2 days يعني had been only 2 days arrived from thence يعني from there from Africa. وهل الراجل ده كان يعني راجل مريح كده وطيب ولا راجل يخوف؟ يعني التصرفات بتاعته كده كانت تخوف، يعني لأن هو أولا he lied to Aladdin. أو ثانيا يعني he lied to Aladdin. وأولا he kept observing him. he was observing كان عمال يراقبه. وبعدين he inquired artfully يعني بطريقة بطريقة فيها خبث بخباثة. أوكي، فيبقى what can we say about this guy؟ Was he seeking his long lost brother فعلا؟ هل هو فعلا كان بيدور على أخوه؟
ولا هل هو كان manipulating events for selfish purposes، يعني هو كان بيتلاعب لأسباب وأغراض أنانية، ولا he was coming to the capital for a magic show؟ هل الباسج بتقول لنا إن كان في magic show؟ ولا he was looking to help orphans، هو كان عايز يساعد الأيتام؟ هو كان إيه في دول؟ مين اللي أقدر أختارها؟ مين اللي لايقة على شخصيته كما هي مكتوبة في التكست؟ طبعا أنا هنا عايزة أقول إن هو he was manipulative. he was manipulating events. إزاي manipulating؟ إزاي بيتلاعب يعني؟ لأنه الأول قعد يراقب الولد وكذب عليه، أوكي، وراح قال له معلومات مش حقيقية وقال له أنا عمك، وابتدى يديله فلوس عشان الولد يأمن له ويطمن له. يعني كل ده manipulation، كل ده تلاعب ومانيبيوليشن. manipulation ده حاجة مش كويسة، ان انا اقعد كده ايه I try to pull strings and control people. طيب الكلام ده بقى كان الافيدنس عليه فين؟ يعني الافيدنس الدليل على ان هو شخصية manipulative كان موجود فين؟ في 58 to 61 ولا 62 to 68 ولا 83 to 86 ولا 88 to 92؟ انا حاسبكم دلوقتي بقى ايه، لازم انتوا تطلعوا الباسج تفتحوها وهتقروا اللاينز دي واللاينز دي واللاينز دي واللاينز دي، وهتشوفوا مين فيهم الافيدنس او مين فيهم دليل على ان الراجل ده manipulated events for selfish purposes. الإجابة ليه بي؟ لأنه تعالوا نجيب الباسج كده. الإجابة موجودة، الإيفيدنس موجود في لاينز 62 to 68. تعالوا نقراهم مع بعض كده اللي هم دول. اللاينز دي هي اللي بتوصف لي إن هو he kept observing Aladdin من بعيد لبعيد and then he inquired artfully about him. يعني ابتدى بقى يسأل عنه بخباثة، وابتدى يضحك عليه بقى، يعني تمهيدا ان هو يضحك عليه. فهي دي اللاينز اللي بتبين لي ان الراجل ده manipulative وكنترولينج ويعني مش سالك، يعني اوكي مش سالك زي ما بنقول. السؤال اللي بعد كده the language of the passage عموما بقى، ده سؤال يعتبر general يعني. The language of the passage most resembles the language of of a fairy tale، قصة كده من القصص اللي بنحكيها للأطفال، ولا شبه اللانجوج بتاعت الساينس فيكشن، كتب الخيال العلمي، ولا sermon اللي هي الخطبة الدينية، الخطبة الدينية زي خطبة يوم الجمعة كده، حاجة كده سيريس كده ومحترم، ولا epic؟ الابيك اللي هي بتبقى عبارة عن قصيدة شعرية، بالعربي بنسميها ملحمة، وبتبقى مكتوبة بلغة فخمة قوي قوي قوي، وبتبقى بتتكلم عادة عن بطل. احفظوا المعاني دي يا جماعة، احفظوا يعني ايه sermon يعني religious speech، واحفظوا يعني ايه epic يعني ملحمة، يعني قصيدة ملحمية. السؤال بقى، هل اللي انتوا قريتوه دلوقتي ده شبه الفيري تيل زي قصص مثلا سندريلا وسنو وايت وعلاء الدين والمصباح السحري والكلام ده، ولا قصة خيال علمي، ولا خطبة دينية، ولا ملحمة شعرية عن بطل كبير؟ هي أكيد مش خيال علمي، هي مش خيال علمي. الخيال العلمي بتبقى فضاء بقى، مركبة فضائية، قصة بتكلمك عن آلة الزمن، حاجة بقى خيال علمي بقى، يعني حاجة ساينتفك، وهي ما فيهاش أي حاجة ساينتفك. يبقى أول حاجة نشيلها بيه. يلا فكروا كده the language of this passage شبه إيه أكتر حاجة؟ طبعا أكيد أكيد مش خطبة دينية يعني،
واكيد مش epic، لان الابيك بيبقى له كده طريقة مميزة. يعني الابيك بتبقى قصيدة زي ما قلت لكم poetry، وبتبقى مكتوبة كده بطريقة فخمة، وبيبقى فيها تمجيد، يعني بيبقى فيها glorifying to a hero which is not the case here. It's a fairy tale. هي قصة كده اللي هي زي once upon a time كان في ولد شقي وكان في ساحر شرير. It's a fairy tale. اوكي، تمام. طيب يبقى يفضل لنا بقى آخر سؤال في الباسج اللذيذة دي، ال primary purpose of the passage. ايه الهدف من الباسج دي؟ ان هو نأدب ونهزأ ال young boys for misbehaving. هل الباسج دي مكتوبة علشان يعني تهزيء الأولاد اللي مش بيتصرفوا كويس أو اللي مش متربيين، ولا to stress the importance of avoiding strangers، ولا to set the scene for the rest of the story، ولا to introduce. set the scene يعني introduce، يعني make an introduction for a story، ولا to introduce the climax of the story. climax اللي هو زي ما احنا عارفين في الستوري plot اللي هي the point of highest suspension. suspense. the point of suspense. هي ايه في دول بقى الباسج هنا البرايمري purpose بتاعتها ايه؟ ايه الهدف من كتابة القصة دي؟ خلينا نشيل مع بعض إجابتين كده عشان نريح دماغنا ونفكر صح. دلوقتي البتاعة دي ما مش الهدف منها ان احنا نهزق العيال الصغيرة اللي مش متربيين، وبرضه مش الهدف منها ان احنا نحذر الناس من الغرباء. اوكي، مش ده الهدف من الستوري. الستوري دي يا اما introduces يعني the rest of the story، يا اما فيها الكلايماكس، يعني the point of highest tension or suspense. هي مين في دول؟ انا كده قربت لكم الموضوع شويه. طبعا هي سي. الهدف البيربس هنا to set the scene، يحضر المشهد بقى لبقية الستوري. كل ده كان introduction، ما كانش climax. I can't find the climax in this story. ده هو لسه بيمهد. set the scene يعني تمهيد. لسه بيمهد بقى ايه للأحداث اللي بعد كده. اوكي، احنا كده خلصنا الباسج الأولانية. حابين تفصلوا ولا يلا نخش على التانية؟ حابين تفصلوا شوية؟ الباسج اللي بعد كده بتبقى social sciences، يعني ممكن بتبقى history، ممكن بتبقى psychology، ممكن بتبقى economics، لكن الحقيقة في ال EST هي عادة بتبقى حاجة history اللي هي passage 2. طبعا if it's too difficult for you, if it's too hard for you بتأجلها للآخر، بس أنا طبعا هحلها معاكم دلوقتي علشان نشوف احنا بنتعامل ازاي مع النوع ده من الباسجز. الحقيقة كل ما الباسج بتبقى أصعب كل ما بتحتاج إن احنا نعمل لها سكيمينج أكتر. يعني في ناس طبعا بتقول ايه، لا انا خلاص هطنشها وهحل سؤالين الفوكاب على سؤالين ال الايفيدنس وخلاص وانتهى الموضوع وخلاص. لكن يعني عايزه اقول لكم ان هو the more we read the more we understand. كل ما بنقرا اكتر حتى لو كانت الكلمات صعبه، بس كل ما اكيد هنفهم اكتر. انا هنا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على اللي عايز مستوى معين من السكورز، مش اللي عايز ينجح وخلاص، مش اللي عايز يعدي كده يجيب مثلا 400 ولا 500 في الانجليش وخلاص. لا، انا بتكلم على حد عايز يعدي ال 600. المفروض ان هو يفضل ورا الباسج لحد ما يجيب اخرها. يعني على الاقل ايه، نحل 6 صح في الهيستوري دي لوحدها مثلا. طيب تعالوا نشوف كده الباسج دي بتقول ايه. البلurb هنا بيقول the following edited passage is taken from popular lawmaking، يعني صناعة القوانين من خلال الشعب. popular يعني شعبي. popular يعني تبع كلمة population. اوكي. طيب Parliament began avowedly to make new laws in the 13th century.
انا بقى ايه I ignore كالعادة الكلمات اللي انا مش عارفاها I ignore them. المهم هنا ان هو بيقول لي ايه Parliament began to make new laws امتى؟ في القرن ال 13 في ال 13th century. But the number of such laws concerning private relations اللي هو ال private civil law remained for centuries small. عدد القوانين الخاصة بال private relations كان قليل جدا. You could digest them all into a book يعني تقدر تلخصهم كلهم في كتاب من 30 أو 40 صفحة بس. تخيلوا إن كل القوانين الخاصة بالprivate relations ممكن نلخصها في كتاب من 30 ورقة فقط. And even to Charles I, all the statutes of the realm fill but 5 volumes. يعني لحد فترة حكم الملك تشارلز كانت كل القوانين الستاتيوتس اوف ذا ريلم اوف المملكة كانت كلها محطوطة في 5 كتب فقط. القوانين بتاعت المملكة كلها من ساعة ما عملوها كانت بتملى 5 كتب فقط، يعني مش 20 كتاب مثلا ولا كده، لا هم 5 كتب بس. The legislation under Cromwell was all repealed. Repealed يعني cancelled. يعني كل القوانين اللي اتعملت في فترة حكم واحد اسمه كرومويل كانت اتشالت. But the bulk, المajority, both under him and after, was far greater. For legislation seems to be considered a democratic idea. موضوع التشريع ده حاجة ديمقراطية، يعني must involve the people. لازم الشعب يتدخل فيها. Judge made law to be thought aristocratic. اوكي، القوانين اللي بيعملها القاضي او اللي بيعملها الحاكم بيحطها بنفسه بدون الرجوع للشعب تعتبر aristocratic، يعني عكس democratic. يعني الناس الأغنياء أو النبلاء أو الطبقة الأرستقراطية هي اللي بتحط قوانين بدون الرجوع للشعب. احنا هنا بنتكلم في نوعين من القوانين، القوانين البوبولار الديمقراطيك والقوانين الأرستقراطيك اللي هي بتتحط كده ايه من غير الرجوع للشعب. And so in our republic. وهكذا في الجمهورية بتاعتنا. الريبابليك دي اللي هي مين؟ اللي هي أمريكا. هو اللي بيكتب الباسج دي أمريكاني. هو تقريبا الظاهر ان هو امريكاني، هنعرف دلوقتي لان هو بيقول ريبابليك، يعني England is not a republic, England is a kingdom. الريبابليك في الموضوع هنا امريكا، فهنشوف هنفهم دلوقتي. هو في هنا كلمة American people. طيب during the revolution دي اكيد امريكا لان امريكا هي اللي عملت revolution. الريفولوشنري وور بتاعت امريكا لما انفصلوا عن الحكم البريتش. The sole power was vested in our legislative bodies. يعني خلال الثورة اللي عملوها هم قرروا إن the sole يعني the only power was placed in our legislative bodies اللي هو الكونجرس، مجلس الشعب، مجلس النواب، اللي هي الهيئات التشريعية أو المجالس التشريعية. And we tried to cover a still wider field with democratic legislatures dominated by radicals. يعني legislatures بتاعتهم اللي هي الهيئات التشريعية بتاعتهم كانت تحت سيطرة الراديكالز اللي هم الريفولوشنريز اللي هم الناس اللي عملوا الثورة. في الامتحان طبعا انت يعني اكيد هتبقى قفلت خلاص من الباسج اساسا ومن الامتحان كله وانت بتعمل سكيمنج للجزء ده، فخلاص كفاية كده سكيمنج على الباسج دي. واضح ان هي بتتكلم على القوانين. ممكن يعني نروح بس كده ايه نقرا الجملة الأولانية من كل باراجراف. خلي بالكم ان الانترودكشن باراجراف كان لحد لاين، كان لحد هنا، تخيلوا لحد لاين 61. فكان كتير قوي طبعا، يعني too much ان احنا نقعد نعمل سكيمنج لكل ده، يعني it would be crazy يعني. بس ممكن لو حابين تريحوا ضميركم يعني انكم تقروا السنتنس الأولانية من كل باراجراف.
لو قدرتوا يعني. Before coming down to our great mass of legislation here in America, it will be wise to consider the early English legislation, especially that part which is alive today or which might be alive today. يبقى هو بيقول لنا إنه في الباراجراف ده أنا هتكلم على التشريعات والقوانين في بريطانيا، في إنجلترا. ننزل شوية كده. And البرلمان البريطاني did not begin by being a law-making body. Its legislative functions were not very active as they were confined يعني limited to declaring what the law was. يعني البرلمان في إنجلترا زمان كانت كل مهمته الإعلان عن القوانين اللي already موجودة. مجرد إن هو بيعلن عن القانون اللي موجود، هو مش بيعمل القانون، لا هو بياخد القانون اللي عمله الملك مثلا أو اللي عمله الحكام أو القضاة ويلا هو ده القانون اللي موجود دلوقتي. يعني ما كانش بياخد رأي الشعب، برضه كان في برلمان بس ما بياخدش رأي الشعب، مجرد ان هو بيصدق او بيوافق على القوانين اللي الملك بيحطها. طيب خلاص كفاية كده سكيمينج، نفتح بقى الأسئلة. السؤال الأولاني ده جنرال فهعمله بعدين. ده سؤال الفوكاب اهو. نمبر 12 كلمة enact في لاين 50. فين سؤال الفوكاب التاني؟ فين اهو. وكلمة reposed في لاين 103. اوكي. As used in line 50 كلمة enact most nearly means ايه؟ احنا لازم نروح نقرا line 50 ونطلع الكلمة and we try to guess. لو احنا شلنا الكلمة دي هنحط مكانها present ولا act ولا perform ولا pass؟ enact. enacted. it هنا refers لإيه؟ لlaw. لا احنا لازم نرجع بقى نقرا الجملة من أولها. طيب. They have gotten over the notion that any parliament or legislature يعني أي هيئة تشريعية، يعني أي organization هي اللي بتحط القوانين، or sovereign ruling أو ruling body أو ruler should only sign the law. should only sign المفروض إن هو يمضي على القانون فقط. and I say sign advisedly يعني أنا بقول sign قاصد because he اللي هو الملك ده أو الرولر أو السوفرين doesn't enact the law, doesn't create it, but signs a written statement of law already existing. already existing يعني هو مش هو اللي بيخترع القانون، مش هو اللي بيوافق عليه، مش هو اللي بيعديه، لا هو قانون موجود أصلا، هو مجرد إن هو بيمضي بس عليه كده وخلاص يعني. all idea that it should be justified by custom experiment has been forgotten. مش مهم الحتة دي، المهم إن إيه؟ كلمة enact معناها إيه؟ إن هو مش doesn't create the law، مش هو اللي بيعمله. يبقى نروح بقى للسؤال. يبقى الكلمة دي لو شلناها هنحط مكانها present ولا act ولا perform ولا pass the law؟ وخلي بالكم ان في قبلها doesn't ايه؟ doesn't present، doesn't act، doesn't perform ولا doesn't pass the law؟ طبعا اللي احنا عايزينها هنا doesn't pass the law. هو مش هو اللي بيوافق على قانون او هو اللي بيعمله او هو اللي بيعديه او هو اللي بيمرره. he doesn't pass the law. تاني سؤال اللي هي reposed. لو شلنا الكلمة دي هنحط مكانها lied ولا rested ولا placed ولا reclined؟
تعالوا نشوف الباسج في line 103. اوكي نقرا بقى. The Norman or Roman theory rather reposed all power in one. يعني حطت الباور كله، السلطة والنفوذ كله في ايد واحدة. يبقى كلمة reposed معناها حطت. to put all the power in one. فاحنا عايزين حاجة بالمعنى ده. هتبقى مين بقى؟ تمام، هي C. placed all power in one. placed all power in one. السؤال اللي بعد كده سؤال evidence بقى. سؤال الإيفيدنس اللي هو 13 مع 14. فاحنا لازم نرجع للباسج. 13 هنا بيقول لي the author appeals to the reader by using ايه؟ appeals هنا معناها convinces، معناها بيقنع الريدر ازاي؟ by using inclusive language، يعني احنا together مع بعض، ولا metaphors تشبيهات، ولا scientific evidence. ما افتكرش ان الباسج دي هيبقى فيها حاجة scientific. ولا italicized terms، يعني كلام مكتوب بالإيتاليكس. لازم نروح نشوف. فهنقرا الأول lines 14 ل 19، وبعدين نقرا 23 to 25، وبعدين 46 to 52، وبعدين 81 ل 92. فدي مهمتكم انتوا بقى يا أبطال، انكم هتقروا الإيفيدنس لاينز دول وتشوفوا مين فيهم اللي بتبين الauthor appeals to the reader ازاي. اوكي افتحوا الفايل زي ما اتفقنا وهتقروا اللاينز. simply ask yourself وانتوا بتدوروا على evidence. How is the author trying to convince the reader؟ ماشي يا سيف، ماشي تمام، صح تمام برافو. How is the author trying to convince the reader؟ طيب تعالوا نبص كده على الإيفيدنس لاينز. هنلاقي إنه الإيفيدنس اللي هي في نمبر 14 الأول. في نمبر 14 اللاينز اللي هي 81 ل 92. الأوثر بيعمل إيه بقى؟ بيعمل حاجة ظريفة قوي. بيقول إيه؟ هي الإيفيدنس أصلا بتبدأ من أول I لحد time. بس أنا هبدأ قراية من بداية الجملة. we shall not go into executive or political questions, but the sociological. I wish there were some simpler word for it. Let us say the human legislation. Legislation that concerns not the government, not the king, not the state, but each man in his relations to every other, that deals with property, marriage, divorce, private rights, labor and corporations, combinations, trusts, taxation, and indeed of all time. يعني هو بيتكلم على ايه؟ human legislation. القوانين بتاعتنا احنا، القوانين اللي هي بتحكم العلاقة ما بين each man، كل واحد فينا بالتاني. دي اسمها inclusive language. دي اسمها inclusive language. علشان كده 14 دي مع 13A inclusive language. دي اللي موجودة في lines 81 ل 92. مفيش أي lines فيها metaphors، ومفيش أي lines فيها italicized terms to convince the reader. تمام؟ لسه في كلمة ساين فوق. ماشي حلو. italicized هل دي مستخدمة لإقناع الريدر؟ هل هو بيقنع الريدر بالإيتاليكس؟ وفي إيتاليكس هنا كمان. بس هل دي الطريقة اللي هو بيقنع بيها الريدر، ولا هو بيقنعه عن طريق استخدام لغة إنه كلنا مع بعض، إن القانون بيشملنا كلنا، إن القوانين المفروض to include us all؟ هو بيقنعه كده مش بالإيتاليكس. الإيتاليكس ما بتقنعش حد.
الإيتاليكس مش كفاية إن هي تقنع حد. طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو 16. According to the passage, how was legislation viewed in the early centuries? legislation القوانين كانت في الأول خالص في early centuries كانت إزاي؟ كانت viewed إزاي؟ وإيه الدليل أو فين evidence lines على كده؟ طبعا خلينا نشيل إيه؟ يعني خلينا في number 17 نشيل 1 و 2. لأن أول سطرين ما كانش فيهم القوانين زمان كان شكلها إيه. يبقى نجرب إن إحنا نقرأ 11 to 14 19 to 23 ونجرب 42 to 46 ولو إني ما افتكرش إن هي هتبقى آخر واحدة. هي تقريبا هتبقى يا بي يا سي. لأن هو كان بيتكلم على قوانين في ال early centuries يعني زمان خالص 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 في الجزء ده. كان في الجزء ده. ماشي. فانتوا هتفتحوا الباسج وتقروا الجزء ده وتشوفوا هل هي 17B ولا 17C اللي الأوثر بيتكلم فيها عن إيه؟ عن how was legislation viewed in the early centuries. The early centuries ده اللي أنا بدور عليه. اوكي. فنفتح الباسج ونبص على الجزء الأولاني ده ونشوف مين بقى مين اللي هتمشي معانا. هي طبعا اللاينز اللي هي 11 to 14. ليه بقى اللاينز دول؟ لأن اللاينز دول كانوا بيقولوا عشان بقى ناخدهم نترجمهم نقراهم بقى إيه علشان نترجمهم. 11 to 14 احنا كنا بنتكلم على question 17 lines 11 to 14. لا أنا سرحت. أوكي. For legislation seems to be considered a democratic idea, judge made law to be thought aristocratic. يعني في ال first centuries اللو كان بيتعمل عن طريق الجادجز. اوكي. فكان يعتبر aristocratic. يعني حاجة كده مش الشعب اللي بيعملها، لا المين بقى اللي بيعملوها؟ الارستقراcy. فده معناها ان number 16 هتبقى اجابته ايه؟ لو انا رجعت بقى لنمبر 16 كده based on the evidence هتبقى ايه الإجابة بتاعته؟ طبعا الإجابة B. legislation was aristocratic. يعني في البدايات في ال early centuries كان الارستقراcy هم اللي بيحطوا قوانين بمزاجهم على مزاجهم، ما كانش ديموكراتيك. طيب الجرافيك ده بيتكلم على الماجنا كارتا، وكان للأسف يعني كان صغير قوي، يعني ما حتى الخط بتاعه ما كانش يعني ما كانش مبين، بس هو كان بيتكلم على الماجنا كارتا. اوكي. The graphic serves to do what? To contradict الهدف من legislation mentioned in the passage، ولا to impose a subjective يعني a personal opinion of legislation and its effects، ولا to create a timeline that supports the passage، ولا to add new information to build on the key ideas in the passage. تعالوا نلغي إجابة يعني بالعقل كده. هل هنا في تايم لاين؟ هل الإجابة سي دي هتبقى منطقية؟ هل ده تايم لاين؟ التايم لاين بيبقى شكله كده سنة كذا وسنة كذا طبعا وسنة كذا وسنة كذا وكذا وكذا. هل ده تايم لاين؟ Is this a timeline? It's not. يبقى نشيل C. طيب يبقى الجرافيك ده بيعمل ايه in relation to the passage؟ برافو، هي دي. The graphic here is just adding new information to build on the key ideas اللي في الباسج. هو ولا objective ولا subjective، هو كل اللي بيعمله ان هو it adds new information to the ideas already stated in the passage.
The passage is written for مين بقى؟ Experienced historians ولا high school students ولا someone searching for basic information about the Magna Carta ولا someone preparing a presentation for the local community؟ تفتكروا مين في دول المنطقية على passage مكتوبة باللغة دي؟ يعني احنا شفنا طبعا قد ايه اللغة صعبة وكده. هل هي مكتوبة لشوية عيال في هاي سكول؟ مع احترامي طبعا للناس اللي في هاي سكول، يعني مش عيال ولا حاجة، سوري. ladies and gentlemen، هل تفتكروا الباسج دي مكتوبة لهاي سكول ستودنتس؟ لا طبعا. طيب مكتوبة لمين الباسج دي؟ اللغة بتاعتها مناسبة لمين؟ هي مكتوبة experienced historians الحقيقة، لأن اللغة بتاعتها طبعا زي ما انتم شايفين يعني لغة قوية جدا. ف it is supposed، وهي it's full of details كمان، هي مليانة details، فهي المفروض إن هي تبقى experienced historians اللي conducting research. لسه بقى ما تنفعش دي؟ بالعكس بي كانت أول واحدة شلناها. لا، it's not دي. دي someone preparing a presentation. حلو قوي، حلو قوي السؤال ده. لو انا بقول ان هي الدي البرزنتيشن اللي بنقدمها لللوكال كوميونتي، يعني لحي مثلا، للجيران في نيبرهود او كده، هل اللغة بتاعت الباسج مناسبة للناس العادية اللي مش متخصصة في الهيستوري؟ لا طبعا. يعني لو انا بعمل برزنتيشن لناس عادية، لجراني مثلا، يعني انا ساكنه مثلا في منطقه وبعمل برزنتيشن لللوكال كوميونتي اللي انا فيها، وناس انا عارفه ان هم مش متخصصين في الهيستوري، هل انا هستعين بالباسج دي ولا دي هتبقى too difficult for them؟ هتبقى too difficult for them. فهي واضح من اللغه بتاعت الباسج ان هي مخصوص للمين؟ للناس الاكسبيرينس. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the author states all of the following except. السؤال اللي زي ده طبعا المفروض ان هو بيتحل اخر حاجة خالص، لان هو بيحتاج حد ان هو قاري الباسج كويس جدا. يعني سؤال زي نمبر 15 ده بيحتاج حد قاري الباسج كويس قوي. ليه بقى؟ لان الاجابة الصح هتبقى something، هتبقى choice الاوبوزيت بتاعها هو اللي mentioned. يعني احنا هنبقى بندور على تشويس اتقال العكس بتاعها، لان هو بيقول لي هنا accept، فانا بدور على تشويس actually اتقال العكس بتاعها. اوكي، فانا هحل السؤال ده ممكن يبقى more accessible than اللي فات ده. المين idea of the passage هنا ايه؟ is it to define يعني ايه legislation؟ is it about the detrimental يعني harmful attributes يعني characteristics of early legislation؟ is it just about early legislation? it was mentioned. بس هل هي بس بتتكلم على ال early legislation ولا هي بتتكلم في حاجات أكتر؟ is it about the difference between American legislation and English legislation؟ ولا is it about the connection between the origin of legislation and its transformation in modern law؟ مين في دول تفتكروا؟ صح يا بسمة؟ هي دي عموما، لأنه it's not the main idea of the passage is not to define. هو it's not a definition of يعني إيه legislation، وإلا كانت هتبقى الباسج كلها بتعرفني يعني إيه بالظبط legislation. لا، هي الباسج بتتكلم على الكونكشن ما بين ال early legislation وال modern أو ال later legislation. يعني بتعرفني إيه العلاقة بينهم، what's in common between them what are the differences between them. نرجع بقى لسؤال الإكسبت. The author states all of the following except إيه؟ الإجابة هنا في number 15 كانت C. ليه؟ لأن هو بيقول before the 13th century English government consisted of the king والexecutive parliament. قبل القرن ال 13 كان في parliament، وكمان الجوديشال department. الكلام ده كله يا جماعة اتقال العكس بتاعه في الباسج. الاكزيكتيف بارلمنت
والجوديشال ديبارتمنت كانوا way after the 13th century. they were يعني recent، حاجات recent مش حاجات early. فيبقى الحاجة الوحيدة طبعا اللي ما اتقالتش في الباسج دي سي، هو اتقال عكسها أساسا. احنا كده خلصنا الباسج التانية ونخش بقى على التالتة. تمام.